من كام يوم كده كان معايا مبلغ كبير خدته ورحت على البنك علشان انا مش معايا مبلغ تاني غيره، فخايف ان انا اخسره. فقلت اما اروح لهم كده علشان اشوف كده هيستثمروه لي ازاي او انا هستفاد منه ازاي. فرحت لموظف فبعتني لموظف تاني قعدت معاه. فالغريبة بقى ان هو طلب مني حاجات انا ما كنتش متوقع ان هما بيطلبوها ومعلومات كده عايز يعرفها عني. فبعد كده روحت وجالي مكالمة كده من شركة. الشركه دي لقيتها بتكلمني برضه وبتاكد عليا، انا ما كنتش عايز اصلا الكلام ده كله. فانا حاسس ان انا اتورطت في حاجه تانية خالص، انا ما كنتش رايح علشانها البنك. وهو ده بقى اللي حصل لعاملنا من 10 ايام. خليني احكي لكم النهارده عملنا ايه في المشكله دي وقدرنا نحلها ازاي. لو لسه ما تعرفنيش، انا وجدي داوود ودي قناتي زيتونه التامين. خليك معايا. اهلا وسهلا بكم مره تانية. من كام يوم كده كلمني عميل وطلب مني، حسيت ان هو عنده الحاح فظيع على الواتس وعايز يكلمني وبيقول لي ان هو عاوز يتواصل معايا. فاتواصلت معاه بالفعل وسمحت له ان هو يكلمني. فبعد كده فهمت ان هو كان معاه مبلغ كبير وراح بيه البنك علشان ان هو عايز يعرف هيعمل بالفلوس دي ايه، خاصة ان هو فعلا زي ما احنا قلنا من شوية ما كانش عنده الخبرة الكافية اللي تخليه يتصرف في الفلوس ديت بدون ما يرجع لحد، ولا عنده المشروع اللي يحط فيه الفلوس دي فتكسب معاه. فقال لك ايه؟ قال لك اروح للبنك وساعتها البنك هيقترح عليا اكتر من اقتراح، فساعتها انا هختار الحاجه اللي هلاقيها مناسبه معايا. وبالفعل قعد مع التيلر، فالتيلر وجهه لمين؟ لشركه التامين. كان في موظف التامين موجود في البنك، فنده له قعدوا معاه العميل وبدا ان هو يشرح له. فطبعا في بعض الالفاظ اللي بيستخدموها او بيتحايلوا على العميل بيها، ان العميل يمضي معاهم وثيقة التأمين ويديلهم الفلوس اللي معاه، لكن ملهمش دعوة بالعميل. العميل يستفاد، العميل يخسر، بعد كده ملهمش علاقة، المهم ان هو يخلص شغله وخلاص. وده نوع شاذ طبعا من الموظفين. احنا مش بنحكم على الناس كلها، اكيد في ناس محترمة، لكن في اي مجال اكيد هتلاقي منه الناس الشاذة عن الاصل. وبالفعل قدرنا ان احنا نفسخ له العقد، وكمان عمل وثيقه تامين لكن بقى بالطريقه اللي تناسبه هو. ومش احنا كمان اللي طلبنا منه، ده هو اللي طلب مننا ان احنا نعمل وثيقه تامين، لكن بالامكانيات المحدوده بالنسبه له هو، مش بالفلوس بتاعته كلها اللي معاه. طب قدر النهارده ان هو يدفع القسط اللي كان معاه الاولاني بالمبلغ ده كله سنوي. طب السنه الجايه هيدفع منين؟ ده اللي احنا قدرنا ان احنا نحله له الحمد لله. فانا دايما على اقتناع ان اي منتج هيتم بيعه في ثياب منتج اخر، ده طريقة من الخداع والاحتيال كمان، حتى لو كانت الفائدة اللي هتعود عليا من خلاله اضعاف اضعاف المنتج اللي انا محتاجه، برضه مش هشتريه. فخلوني كده علشان اوضح لكم الخطأ او الخلط ما بين الخدمات اللي انت ممكن تاخدها جوه البنك، هوضحها لك علشان ما تقعش فيها مرة تانية لو انت بتعاود كتير على البنك. فبكل بساطة كده الخدمات اللي جوه البنك بتكون نوعين اتنين، خدمات بنكية وخدمات تأمينية. فالخدمات البنكية كلها بتدور حوالين إدارة الأموال الخاصة بيك، سواء كانت في الحساب بتاعك او ان انت جاي تطلب خدمة زي خدمة مثلا تحويل العملة او خدمة ربط شهادة او خدمة ربط وديعة. كل دي خدمات اسمها خدمات بنكية. اما الخدمات التأمينية فدي حاجة تانية خالص، فدي وسيلة حماية تأمينية انت بتستفاد بيها انت وعيلتك. ده بيكون التأمين ده ممكن يكون تأمين حياة او تأمين ميديكال او تأمين ممتلكات، ايا كان النوع، فده اسمه خدمات تأمينية. فلو كانت الخدمات البنكية بتستثمر لك في فلوسك، فخدمات التأمين بتستثمر لك في راحة البال بتاعتك. لا، ده التأمين ده البوابة اللي انت بتقفل عليها باب بيتك بالليل وقت ما انت بتيجي تنام. ما ينفعش تقول انا قوي وهقدر ان انا ادافع عن بيتي وانت سايب البوابة مفتوحة، لان في الوقت ده ممكن يحصل لك اي حاجة لا قدر الله وانت مش عامل حسابها. فلازم ابقى فاهم ان وقت ما يحصل لي اي حاجة لا قدر الله زي حادث او مرض، لازم ان انا اكون مغطى ماليا على المدى البعيد. علشان كده لو حصل معاك نفس الموقف جوه البنك، لازم تبقى انت فاهم ايه الفرق بين الخدمات البنكية والخدمات التأمينية. ولو حسيت ان انت ناسي، لازم تدي لنفسك فرصة قبل ما توقع على اي حاجة، وارجع لنا هنا واسألنا وما تترددش، احنا موجودين هنا علشان خدمتك. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله، مع السلامة.